السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما ابتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفة النهاردة وصفة لذيذة جدا، تنفع سخنة وتنفع باردة، يعني تنفع تاكلها سخنة وتنفع تاكلها باردة. يلا بقى نقول لكم بقى صينية البطاطا الجميلة دي اتعملت ازاي. معايا كيلو ونص بطاطا، هغسلها كويس جدا جدا وهقشرها وهقطعها مكعبات. بعد ما قطعت البطاطا هحط عليها نص كوبايه ميه وهرفعها على النار. النار في الاول هتكون عاليه لمده مثلا 5 دقايق، وبعد كده هخلي النار وسط. البطاطا بقى طبعا هغطيها. البطاطا هتستوي بس مش هتكون مهريه، يعني خلاص استوت بس لسه ما اتهرتش معايا. هحط عليها نص كوبايه سكر وعليها معلقه، والسكر هنا حسب الرغبه. وبعد ما احط السكر هسيبها كمان لمده 10 دقايق تشرب مع السكر كده، والسكر ما يبانش خالص، والبطاطا خلاص هتكون استوت استوت على اخرها يعني. هجيب البطاطا، ضروري جدا البطاطا لازم تكون سخنه، ههرسها بالهراسه او باي حاجه عندك، بكوبايه بهراسه، المهم البطاطا هرسها لي وهي سخنه، عشان لو بردت هتبقى صعب جدا هرسها. تمام. بعد ما هرس البطاطا بقى كويس جدا، هضيف عليها بقى مكون هيغير طعمها خالص وهيخلي طعمها احلى واجمل بكتير. معايا كوبايه لبن ومعايا كيس من كريم كراميل. هضيف بقى كيس الكريم كراميل على كوبايه اللبن وهدوبها كويس بالمضرب او معلقه، وهضيفها على البطاطا المهروسه. جربيها وان شاء الله الوصفه دي هتعجبك وطعمها مميز. بعد ما دوبت بقى كوبايه اللبن مع كيس كريم كراميل، هضيف معلقه بقى زبده او سمنه، اي حاجه عندك، يا زبده يا سمنه، معلقه كبيره. هقلب بقى اللبن مع الزبده او السمنه مع البطاطا كويس جدا جدا. وطبعا السكر احنا حاطينه في سلق البطاطا. هتدوقي معايا، لو احتاجت سكر ضيفي لها سكر، مظبوطه معاكي خلاص. انا دقتها لقيتها عايزه معايا معلقه سكر. والسكر هنا يا جماعه حسب بردك الرغبه، في ناس بتحب الحاجه مظبوطه وفي ناس بتحب الحاجه سكرها خفيف، وفي ناس بتحب طبعا السكر زياده. هو السكر هنا اللي انا بعمله في اي وصفات من وصفاتي، السكر بيبقى مظبوط، ولا بيبقى ناقص سكر ولا بيبقى زايد سكر. السكر بتاع الحاجه معايا بتبقى مظبوطه. والسكر هنا حسب الرغبه بتاعت كيست الكل. معايا بقى صينيه هضيف عليها البطاطا. مقاس الصينيه هنا عندي مقاس 30. لو عايزه اكبر كمان شويه عادي، اصغر شويه، المهم المقاس الصينيه هنا 30. هضيف بقى معايا البطاطا وهسويها. تمام. وهعمل بقى طبقه كمان، هعمل معايا طبقه كمان فوق البطاطا. الطبقه التانية بقى اللي فوق البطاطا طبقه بشاميل، هتحليها اكتر. هي لو عايزاها كده ومن غير وتدخلها الفرن تمام. تمام. هنعمل بقى طبقه البشاميل. البشاميل اللي عندي عباره عن نص لتر لبن، نص كيلو لبن. هضيف معلقتين دقيق ومعلقه نشا واربع معالق سكر وكيسين فانيليا. تمام. هقلبهم بقى كويس جدا وهرفعهم على النار. الكيس الكريم كراميل مع البطاطا هيديها طعم حلو قوي وطعم كده مختلف عن طرق البطاطا اللي بنعملها. هقلب بقى معايا طبقه الكريمه اللي هحطها على الكريم شانتيه اللي هي المهلبيه، وهرفعها على النار. طبعا هرفعها على النار مع التقليب المستمر، هقلبها على طول باستمرار. والسكر بردك هنا بردك حسب الرغبه، انا حطيت 4 معالق سكر. هقلبها بقى كويس جدا لحد القوام معايا ما يتقل. واللي وصل بقى لحد هنا لايك بقى من ايدي الحلوه، واشتراك في القناه اللي ما اشتركش، وكومنت او تعليق حلو كده منكم. بجد تعليقاتكم جميله قوي وبتفرحني، وبجد انتوا ناس محترمه جدا. ومش عارفه اقول لكم والله ربنا يبارك لكم يا رب، وانا فعلا والله بحبكم في الله. ربنا يا رب يعزكم كده ويسعد ايامكم يا رب، اللهم امين. كل اللي بيكتب لحد اي كلمه حلوه او يقول لحد كلمه حلوه، بجد ربنا يجعله في ميزان حسناته، لان الكلمه الحلوه دي صدقه. ربنا يحفظكم يا رب وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. طبعا عندي الكريمه تقلت، هدخل طبعا الصينيه القمر دي الفرن. تمام. هتاخد معايا في الفرن ربع ساعه او تلت ساعه لحد الوش معايا ما يحمر كده ويدي لون حلو، طبقه حلو.
طبعا دخلناها وخدت وش حلو، هتدخليها الفرن لمده ربع ساعه او تلت ساعه. عايزه بقى تاكليها سخنه طعمها روعه، تاكليها سخنه طعمها تحفه، هتاكليها ساقعه احلى واحلى. انا عندي هنا فريق بيحب الحاجه ايه تبقى ساقعه، يعني وهي طعمها وهي ساقعه احلى كمان بصراحه وهي سخنه. بس برضك ايه ده يرجع ليكي، تاكليها سخنه جميله وتاكليها ساقعه برضك جميله. وصفه لذيذه ومغذيه جدا جدا لاولادنا ومغذيه ليكوا. قومي بقى لو عندك بطاطس قومي اعمليها كده بالطريقه دي، لذيذه قوي هتعجبك بجد. طريقه سهله وطعمها فعلا حرفيا مميز. مش هتاكلي قطعه، لا هتاكلي كذا قطعه منها خفيفه، طعمها خفيف فعلا حرفيا وطعمها روعه يجنن. يلا جربيها يا ست الكل، وربنا يحسن ما بين ايدك يا رب. يلا ان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده، واسيبكم في حفظ الله. مع السلامه.